لا أستطيع التحدث عن المؤامرة الدولية بعيد عن السياسات الدولية. نحن نعيش في منطقة الشرق الأوسط، هي منطقة صراعات وحروب دائمة ومستمرة عبر التاريخ للحضارة البشرية. من هذه الجغرافيا انتشرت كل القيم المادية والمعنوية. الثورة الزراعية مصدرها هذه الجغرافيا كقوة عالمية بالدرجة الأولى، لذلك تريد تقسيم المنطقة بما يناسب مصالح أمريكا، مشان ما حدا يضل يعرقل للأمريكان مخططاتها ومصالحها. الحركة أو الشخص الوحيد صاحب فلسفة أخوة الشعوب، مشروع الأمة الديمقراطية، هو القائد عبد الله أوجلة. لذلك هدفوا إلى اعتقال القائد ليستطيعوا أن يتدخلوا في الشرق الأوسط دون أن يلاقوا حدا يواجههم. الجيش التركي على حدود سوريا وبدأ تهدد سوريا. طبعا في تاريخنا أيضا ثورات وانتفاضات عديدة بعد القضاء على قائد الثورة ينتهي الثورة، لكن الشعوب لم تمت. في كل مرحلة يعيد تنظيم نفسه ويناضل مرة أخرى لأجل الحرية والخلاص من ظلم الظالمين.